انقطاع العمل في الفترات بتاعته، فكنت بلاقي منهم معاونة عظيمة جدا، لدرجة مش عيب ان الواحد يقول انه حصل عليه في يوم من الايام حجز. كلنا بنمر بأزمات. فتأخرت في أجرة البيت. صاحب البيت كان راجل مشتري البيت انما مش من الحي. اتأخر شهر 2 3 4. ادفع، مفيش طبعا شغل. الشهر الجاي تفرج بتاع. رفع قضية النهاية وخد امر بالحجز. انا ما رضيتش اقول لوالدتي على الحكاية علشان خاطر ما ضايقهاش، وفضلت مستني فرج ربنا. اتأخر الفرج شوية الى ان حل الميعاد، وجايبين الجرس بيضربوا الجرس على الباب عشان المزاد. عم علي عبده قاعد في الدكان بتاعته بيسأل بيقول يا ولاد الله الجرس ده في بيت مين؟ قالوا له ده في بيت محمود المليجي. جرس في بيت محمود المليجي واحنا رجاله موجودين، احنا ما نبقاش بتوع السيده زينب، لا ده احنا نبقى عيال صغيرين. وجري على بيتهم لم سيره مراته، وجري على الدكان لم الحصيله في الوقت اللي شاع فيها الخبر. فعزه الجزار خد الفلوس اللي عنده، اللبان خد الفلوس اللي عنده، كل دول هم اتجمعوا وجم جري على البيت علشان اولا يضربوا الراجل، وثانيا يدفعوا الفلوس اللي عليا اللي هي اجرة البيت. دي كانت لمحة من اللمحات اللي كان الواحد يحسها في الحي البلدي، وحفضل يعني طول عمري لحد ما اموت وانا اذكر حي المغربلين ود الحسين والسيدة زينب. المخرجين انواع يتصفوا بصفة واحدة، هي انهم عزاف، يعني زي عازف في الكمانجة، والممثل عبارة عن كمانجة. فاذا لم يستطع العازف انه يعزف عزف جميل على الكمانجة مش ممكن هتطلع الانغام الحلوة بتاعتها. في مخرجين عارفين بالظبط هما بيعملوا ايه، وفيه مخرجين بيبقوا مش عارفين بيعملوا ايه انما بياخدوا رأي التانيين، وفي مخرجين